المولد النبوي، البدعة الحسنة، إنهم يشركون بالله. هل السلسلة حرام في الإسلام؟ الشيوخ كلها قالتها، الشيوخ قالتها، ده إجماع، ده مفيش كلام فيه. طب اسمع مني بقى، أنا بقول لك إن الكلام ده غلط 100%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي أيها الفام العظيم، وحشتوني. أو في مقولة أخرى، والله اشتقنا. لو ما صليتش العشاء أو المغرب أو أي فرض فاتك من فروض ربنا، يا ريت تقوم تصليه علشان الفيديو قاعد مش هيمشي، لكن إنك تخرج صلاة عن وقتها فهي كبيرة شوية. ويا ريت كمان تصلي على الحبيب المصطفى، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. ويلا بينا نبدا الفيديو. اكيد جايب لك هديه، بس الهديه المره دي محدوده شويه. دلوقتي هتدخل على منصه كورسات دوت كوم، واي باقه مهما كان سعرها هتلاقيها، اختارها، بس ما تشتريهاش من على الموقع، لان لو اشتريتها من على الموقع هيكون سعرها غالي جدا. خدها سكرين شوت وابعتها لخدمه العملاء، هتاخدها ب 999 جنيه. باقه 12 كورس، 10 كورسات، 8 كورسات، ايا يكن الباقه اللي انت هتختارها، المجال اللي انت حابب انك تشتغل فيه، هتاخد الباقه كلها وتبعتها لخدمه العملاء. ما تشتريهاش من على الموقع. بكرر تاني، الخصم مش هيتم من على الموقع. بكرر تاني، لو الباقه ب 6000 جنيه على الموقع هتاخدها ب 6000 جنيه. خدها سكرين شوت وروح لخدمه العملاء، ابعت لهم كود فام 999، تاخدها ب 999 جنيه. ليه انا قلت انها محدوده في الاول؟ لان كل واحد ليه باقه واحده او 2 بالكتير قوي. العرض ده مدته 4 ايام من تاريخ نزول الفيديو، وبعد كده هنرجع لسعر الموقع تاني. لينك الموقع تحت في الديسكريبشن، وده رقم الواتساب اللي تروح تاخد سكرين شوت وتبعتها عليه. ويلا بينا نبدا الفيديو. عاملين ايه المنشنز دي كلها؟ وايه موضوع كيس الشيبسي ده؟ ما تسيبوا البت تتبسط يا جماعه. هي كام يوم وهتتنسي، كام يوم ومحدش هيفتكرها تاني ولا يفتكر اهلها. فخلاص صباح الفل، خلوها تتبسط شويه، تاخد شويه فلوس من غير ما نتريق ونتجاوز ونعمل اي حاجه. خليها تستنفع من الشركات اللي كده كده هي كسبانه، اللي كده كده هي واصله للناس. الناس بتاعت الترول اهدوا شويه. ايه ده حبيبي؟ لو ما رميناش افيه مش هيحصل حاجه. مش هيقول اللي ما رماش افيه اهو. اللي بعده ايه؟ انا ما بدات اول فيديو معانا ونقول هتحطي شخص في بالك دلوقتي، وهنكشف كشف كامل ودقيق وقوي على مشاعره تجاهك بالتفصيل. الفيديو ده مش صدفة، الفيديو ده مبرمج ان هو يوصل للي فعلا محتاجه. ومين برمجه بقى؟ حضرتك؟ حطي لايك وتعليق، اكتبي ندم ورجع او استقبل طاقة الحب والتواصل من هذا الشخص، واحفظي الفيديو ده عندك على الموبايل وارسليه ل5 اشخاص عشوائيين. ايه كل ده؟ لايك واكتبي ندم ورجع، اكتبي استقبل طاقة الحب، وحمليه واعملي شير ل5 اشخاص. ليه بقى؟ ده من ضمن الطقوس. كمان اعملي لايك للفيديو ومتابعة. اوعي تنسي تنفذي الخطوات اللي انا بقولك عليها دي عشان تتجنبي الكارما السلبية. الحجز تعالي بقى، ايه علاقة ان انا اعمل لك لايك بان انا اتجنب الكارما السلبية؟ هي مين كارما دي اصلا؟ يا جماعة شحاتة اللايك بتتطور بجد، بس الليفل ده جديد. خدمة قلب الحبيب او القراءة الخاصة، كلميني على الرقم اللي جوه الصفحة، مع العلم ان خدمة قلب الحبيب اقسم بالله يا بنات بتنجح مع الكل. ايه بتقسمي بالله ليه؟ قلب الحبيب وبتقسمي بالله؟ يلا بينا. من الواضح ان الشخص ده عنده مشاعر قوية جدا جدا تجاهك، لدرجة ان هو ما بينامش الليل من كتر التفكير فيك. هو مين؟ انت بتقولي الشخص ده في العموم كده؟ يعني ده هينفع مثلا لل100,000 اللي اتفرجوا على الفيديو صح؟ يا جماعة بالله عليكم، ولا تصدقوهم ولا تتابعوهم. وقلب حبيب ايه اللي يعني؟ انت يا جماعة الناس اللي بتفكر في موضوع قلب الحبيب ده، انتوا ايه الدماغ دي؟ انت بتجيبيه بسحر ايا يكن طريقته، انت بتجيبيه بسحر، لا هتدوملك ولا علاقة ربنا هيبارك فيها ولا هو هيكمل. فليه؟ وبعدين ثواني، الراجل مين اللي هتكفري عشانه ياما؟ يعني انت بتجليب ابو هشيمه، ولو ابو هشيمه برضو ما تخسريش الدين يعني ده كفر. شرك بالله يا اختي. ها انت والست اللي قاعده بتقول لك ما بتجليش معايا خالص دي يا ناقصه. اللي بعده، هل السلسلة حرام في الإسلام؟ الشيوخ كلها قالتها، الشيوخ قالتها، ده إجماع، ده مفيش كلام فيه. طب اسمع مني بقى، أنا بقول لك إن الكلام ده غلط 100%. ايوه صح. في ايه يعني الشيوخ كلها قالت كلام؟ اسمع مني انا بقى، الكلام ده كله غلط. اتفضل غلط كل الشيوخ. ايه غلط ازاي يعني؟ بص يا معلم، في الاسلام عشان تقول ان حاجه حلال او حاجه حرام بتمشي بطريقه معينه، وده مجمع عليها بقى. اوكي، ايه الطريقه؟ اول حاجه بتبص على نص قراني، مفيش، طيب هتخش على السنه، لو مفيش هتشوف السيره النبويه، طب لو مفيش هتعمل القياس. طيب ايه القياس ده بقى يا معلم؟ القياس ده ان انا بقول لو الحاجه دي حرام في القران واضحه وصريحه، يبقى دي شبهها وبتادي الى نفس النتيجه، فمعنى كده ان هي زيها وتاخد نفس الحكم. هو ده القياس، فنقدر نقيسه في اي زمن. ليه؟ لان الحاجات بتتطور، ودي كانت الطريقه بعد الرسول طبعا في ان الناس تفهم الاحكام. طيب حلو قوي، مفيش مشاكل. طيب السلسله هل مذكوره كنص قراني ان هي اسمها قلاده؟ خلي بالكم، لا. طيب هل مذكوره كسلسله؟ لا طبعا. طب مذكوره في السنه في الاحاديث؟ لا طبعا. مذكوره في السنه؟ لا. طب امال هم محرمينها ليه؟ عشان في حديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيلعن الناس المتشبهين بالنساء. يعني
لو واحد راجل عامل فيها ست. طيب كويس قوي، طب ما دي تشبه بالنساء. لا ده رايي هنا انت دخلت رايك. لا ده مش رايي. انا عارف اللفه الكبيره دي كلها عشان تقول ده رايي. لا مش رايي. انا لو سالت اي حد في الشارع مين الفئه اللي بتلبس سلاسل هيقول لي الستات. بس خليني اكمل معاك، يعني بما اني سمعتك فخليني اسمعك للاخر. طب تعالى نشوف اذا كانت هي تشبه بالنساء ولا لا. ليه؟ لان انا قلت لك ان هو قياس، يعني انت تقدر تقيسه. طب تعالى نقيسه مع بعض. انت واقف في الشارع وبعد كده سمعت في ظهرك صوت طرقعه كعب كده ايه، فبتبص لقيت ايه ده؟ راجل. مش كده انت اتلخبطت؟ واحد عاوز يوصل نفس احساس الست، فانت لما بصيت لقيته راجل، فده ساعتها ان انت اتلخبطت. فمعنى كده ان الكعب للراجل ده بيلخبطك، فمعنى كده ان هو حرام. ليه؟ لانه تشبه بالنساء. لكن في حاله السلسله انت شفتني اهو، انا كني ودي ده مايك عامه، اوكي، لو انا لابسها هل انت اتلخبطت انا راجل ولا ست؟ لا. استغفر الله العظيم يا رب. انت فاهم ان التشبه هو انك تتلخبط بين راجل وست، صح؟ يعني ما ينفعش مثلا ان التشبه يكون انك بتعمل فعل بتفعله الست، او بتلبس شيء بتلبسه الست، او بتعمل حاجه هي الشائع بتاعها انها بتاعت ستات، فبالتالي تكون انت كده بتتشبه بيه. فانت بتحكم بس ان انت لازم تكون اتلخبطت بس، يعني لازم تشوفه وتتلخبط واحده واحده بس. يعني حضرتك لو لبست حلقه هتلخبط انت راجل ولا ست؟ اكيد لا، هتبقى انت باين قدامي راجل. بلاش المثال يكون عليك انت. لو اي راجل لبس حلقه ودقنه كبيره كده وكثيفه وجميله وحط روج احمر وعمل بيرسنج في مناخيره، هشوف اقول عليه ست ولا هشوف اقول عليه متشبه بالست؟ متشبه. ليه؟ عمل حاجه هي بتعملها. فالسلسله كذلك، انا هشوف الراجل اللي لابس سلسله مش هقول الراجل ده ست، ما انا طبيعي هشوف اقول عليه راجل. طيب عاوز افهمك كام حاجه، ان احنا ما بنحللش ونحرم بمزاجنا. فانا هقول لك حبه قران عشان تبقى فاهم برضو حرمانيه ان انت تقول على حاجه حلال حرام. اوكي معلش عشان مش حافظ. واحده واحده بس. المشايخ اللي قالوا ان السلسله حرام، والناس اللي احنا لو سالنا اي حد يا جماعه اكتبوا لي في التعليقات كده معلش، يعني السلسله بيلبسها رجاله ولا ست؟ اهو بسيطه خالص اهو. لو لقينا حتى 50% 50% نقول ان انت معاك حق. هو ما ينفعش فعلا انك تحرم اي حاجه حلال ربنا حللها. انت صح من غير ما تقرا الايات، انت صح، بس اذا كانت الحاجه دي اصلا حلال. طيب احنا لو جينا بقى هنا بحيث ان احنا نقول قول فصل، سواء انت لقيت شيخ في مكان ما بيقول لك ان هي حلال، السلسله دي حلال، انت في السيف سايد، ولقيت مشايخ تانية بتقول لك ان، ومش مشايخ بس، وواقع كمان، ناس على ارض الواقع بتقول لك ان السلسله دي اغلب اللي بيلبسوها ستات. لو انت لقيت كل ده وقررت انك تسمع الشخص اللي قال لك ان هي حلال، فهنا لازم تراجع نفسك شويه، لان احنا لازم نتجنب الشبهات. ومش بس كده، هي الحرمانيه فيها مش بسيطه، يعني مش اهم ذنب، لا، لعن الله. فالموضوع لا يستحق كل هذه المجازفه. طب افرض طلعوا المشايخ عندهم حق، تلبس في اللعن. طب هل هي مكمله للشخص؟ يعني حد مثلا لما بيلبس سلسله كده بيحس ان هو بتديله كمال اكتر، راجل اكتر، ولا اي شيء، هو موضوع نفسي ولعبه شيطان. طب يا فرماوي، يعني انا دلوقتي اخد بالناس اللي عماله تقول لا يجوز، واخد باغلب الناس اللي شايفه ان الستات بس هي اللي بتلبس سلاسل، ولا اخد بان انا والله فكرت فيها لقيت تبقى ما تجيش معاك؟ خد باللي قلبك يميل ليه وخاف ربنا. يعني لعن ربنا للعبد ليس بالهين، ومن يعظم حرمات الله. اللي بعده، هل انا راضيه عن نفسي وانا مش محجبه؟ ما اعرفش، ساعات وساعات لا. طب هل انتوا راضيين عني؟ لا. طب هل ربنا راضي عني؟ ما اعرفش وما تقولوليش عارفين، لان ما اعرفش، لان اعتقد ان محاسبه البني ادم اعمق من ان هو يكون يا حجاب يا مش حجاب. فلا، ولا انتوا ولا انا اعرف، فما اعرفش. طب هل لو لبست الحجاب انا هرضى عن نفسي؟ لا، مش جايه من قلبي. طب انتوا هترضوا عني؟ بس غالبا ما هتدوروا على حاجه تانية ما ترضوش عنها. يعني عارفاكم دايما في حاجه ناقصه لازم تحصل عشان اكون كويسه في نظركم. طب ربنا بصراحه احسن طبعا، هو ده اللي الدين بيقوله اعتقد. الشخص اللي بيبقى محتار او مشتت ما ينفعش ندخل عليه كده دخلت اللي هو ايه، لا ازاي ربنا يرضى عنك وانت مش محجبه، لا الحجاب فيه كذا وكذا. بصوا جميعا، لوك ات مي. دلوقتي احنا عندنا الحجاب بالاجماع فرض، ما عندناش شيخ قال ان هو مش فرض، ما عندناش حد فكر، حد مسلم يعني فكر وقال ان هو مش فرض. السنه، بص سنه، شيعه، صوفيه، اشاعره، ماتريديه، كل الطوائف بتقول لك الحجاب فرض، محدش لفلها. طيب نيجي بقى لنقطة الحاجة الفرض دي، لما انا اسيب الفرض ربنا هيرضى عني؟ طب الاول نعرف يعني ايه حاجة فرض، نتخيلها، وبعدين مش هنقرر، احنا مش هنسيب نفسنا لفكرة اللي هو هل ربنا راضي عني ولا لا. السؤال ده احنا ما نعرفش نجاوب عليه، بس احنا هنعمل حاجة بسيطة كده، ولله المثل الاعلى. دلوقتي الفرض ده معناه ان ربنا قال لك اعمل يا عبد كذا، صلي يا عبد الساعة كذا، البس الحجاب، ما تشربش الخمر، فده امر الهي وهو فرض. طب رد العبد ايه بقى على ربنا اللي خلقه، خلق الكون كله؟
لا مش عامله. ليه؟ مش مقتنع بايه؟ مش مقتنع بانه بيعمل شهوه او فتنه. لا هو مش لازم يكون بيعمل شهوه او فتنه، هو فرض. وانت ماشي وانت بتتوضى الوضوء لحد هنا مش لحد هنا. ليه؟ هو فرض. هو كده سمعنا واطعنا. عوره الراجل هي لحد السره مش لحد هنا. ليه؟ هي كده. الحجاب فرض. بقى انا شعري هيفتن مش قصتك، هي كده. فلك كامل التخيل. الله عز وجل يقول لعبده افعل كذا ويقول العبد لا. لا 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 انا ما اقدرش اقول ربنا لا على امر معين، انا بس يعني بفكر فيها، يعني بشوف الامر ده يعني ينفع ولا لا. انت كعبد طب انت بتعمل ايه نفسيا؟ انت لو وقفت قدام نفسك انا مستحيل ارفض امر ربنا قال لي عليه اعمله، صح؟ طب كفعل بقى انت عملت ايه؟ طب هل بس المحجبه بقى ولا انتوا بتتشطروا على الحجاب بس؟ لا كله وكلنا مذنبين على فكره، وفي ناس مذنبه ذنب اشد من الحجاب بكتير. يعني مثلا ربنا قال لك تصلي الظهر في وقت معين، يا رب لا انا مش هصلي الظهر في الوقت ده، انا هصلي الظهر في الوقت اللي انا شايف ان انا ممكن اصلي فيه الظهر. انت نفسيا قلت كده. هي المحجبه بقى نفس القصه دي، يا ربي غير المحجبه هي نفس القصه. هل هي رافضه الامر الالهي؟ لا هي بتجاهد انها تعمله. طب البنت اللي بتتكلم في الفيديو هي بتجاهد انها توصل للحقيقه. مع اقل بحث، وده كلامي ليكي صاحبه الفيديو، مع اقل بحث هتلاقي فيه اجماع انه فرض، والفرض زي ما قلنا هو امر الهي موجه للعبد. ايه ده؟ ده الدكتور ده اتحول للتحقيق. ده يا جماعه دكتور حسبي الله ونعم الوكيل فيه، طالع من اوضه العمليات. طالعه سواء كانت والده طبيعي او والده قيصري. هو راكب سوري في اللفظ يعني بالنسبه لزوجها، مش عارف هو عايش ولا ميت، هو حاطط نفسه بين رجلين مراته وماسك ابنه كده وقاعد يلعب. والله 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 اني لو مكان زوجها وشايف الدكتور طالع عامل كده ورب الكعبه، يعني اعتقد ان اقل شيء ممكن اوصل له مع الراجل ده انه يبقى في اوضه بيتعالج، واخد اوضه كده في المستشفى بيتعالج. ايه الحقاره دي؟ ايه ده؟ انت اتخرجت من طب ازاي؟ ده انت لا مفيش اخلاقيات مهنه، ده مفيش حاجه خالص. ايه ده؟ طبعا مشكوره نقابه الاطباء حولته للتحقيق، وغالبا الراجل ده مش هيكمل تاني. بس يا جماعه لما تشوفوا دكتور بيتجاوز وقفوه عند حده. انا كام مره بحذر من فكره انتوا مديين الدكتور مساحه امان زياده. لا الدكتور بشر يا شيخ محمد، يعني هيبص هيبص يا استاذ محمد، يعني هيعمل يا استاذ محمد، ده حلف قسم يا ريس. اللي بيشهد زور في المحكمه بيكون حلف قسم عادي. ما تديش للدكتور مساحه امان. وانا اسف يا جماعه، اي اهل في الدنيا ربنا يبارك لهم، جماعه بنتكم لما تتكشف اكشفوها على ست، تمام؟ يعني دلوقتي زوجتك رايحه تولد، والله اصل الدكتور ده بيشكروا فيه. نعم، طب وما بيشكروش في الدكتوره؟ طب يا فرماوه انا ما لقيتش ست والوضع حرج وزوجتي بتولد دلوقتي وفي نص الليل. حبيبي ده انت مضطر في الوقت ده، سواء دكتور او دكتوره اللي ربنا ييسر لك فيه، لان انت بتمنع خطر. فيا جماعه النصيحه اللي بقولها في 1000 فيديو، اختاروا الدكتوره، ولو ما لقيتوش اختاروا الدكتور. ولو اخترنا دكتور في اي مجال ناخد حذرنا، لان الدكتور ده بشر. الدكتور ده اكيد بيلوثوا حاجات بيقابلها في المجتمع والبيئه اللي هو فيها. نشوف اللي بعده. مساء الخير. الراجل الكبار اللي في الصوره ده اسمه ماتيو ماريا، وهو قسيس على وجه الدقه، كاردينال. ولو انت مش فاهم يعني ايه الاثنين، فهو رجل دين مسيحي ايطالي. عمل ايه بقى عم ماتيو ده عشان نتكلم عنه النهارده؟ تعال اقول لك. الراجل ده اقام صلاه لمده 7 ساعات متواصله بيذكر فيها اسامي 12200 طفل من غزه استشهدوا. كان بيقراهم من وثيقه بلغ عدد صفحاتها 480 صفحه. رجل دين مسيحي ايطالي، يعني بعيد تماما عن الموضوع، بس الانسانيه اتحركت. طيب دلوقتي احنا بقى عندنا ناس تانية صعبان عليها القضية اكتر مننا، ناس تانية بتدعي اكتر مننا، ناس تانية متفاعلة اكتر مننا. لا زال الناس مش مقاطعه، لا زال. يعني مثلا اقول لك انت بتعمل ايه لاهل غزه؟ بتساندهم بيها؟ تقول لي انا بقاطع وبدعي لهم. طيب دعيت لهم في كام صلاه؟ صليت النهارده كام صلاه ودعيت لهم في سجودها؟ افتكرتهم بكام دعوه؟ وعايز اقول لك على حاجه بس، هم يعني الكيان الزفت هو مش معتمد دين غيره، هو واخد في سكته على فكره كذا كنيسه وكذا حاجه غير المساجد في غزه. هو بيجتاح بلا رحمه لاي حد، طفل، ست، عجوز، اي حاجه قدام اباده. فهو مش كيان بس خطر على الاسلام، هو كيان خطر على الكل، لان هو شايف ان هو الكيان الوحيد الاوحد الاحق باي شيء. هم شايفين ان هم الشعب المختار دونا عن اي حد، هم بشر والباقي انصاف بشر، فدول لازم حرفيا يتوقف لهم باي شكل. يا عم اللي عمال تشتري حاجات مقاطعه، بالله عليك وعي الناس. يعني على الذكر مثلا هايدي الطفله الجميله اللي راحت اشترت كيس الشيبسي، كان شيبسي مقاطعه، هي مش مدركه. طب هل هي شريره؟ هل هي مش طيبه؟ هل هي قصدا ان هي تدفع او تساهم في قتل اخواتها؟ اكيد لا، بس هي ما تعرفش، هي ما عندهاش المعلومه. بعد اذنك انشر المعلومه، بعد اذنك عرف الناس.
الناس الكبير والصغير. بعد اذنك عرف العامل والموظف والمهندس، عرف كل الناس. واتمنى اشوفك المره اللي جايه وانت اقنعت حد مش مقاطع بالمقاطعه. انا نفسي انشر، افهموا قسما بالله الفلوس بتترجم دايركت الاصلاح. مش عارف افهمها ازاي، مش عارف بس في ناس لحد دلوقتي ما عندهاش التوعيه الكافيه بالمقاطعه. وحاجه كمان انا ما اتكلمتش عنها في الفيديو ده، هي خناقه كل سنه، المولد النبوي، البدعه الحسنه، انهم يشركون بالله. طيب خلينا اقول حاجه مجمع عليها من الطرفين، كل الائمه اللي اجازوا الكونسبت بتاع المولد نفسه، وكل ائمه اهل السنه بالصحابه بالقرون الثلاثه، بكل ائمه اهل السنه، الاثنين دول مجمعين انك ما ينفعش تغني، ما ينفعش تطبل، ما ينفعش تخصص حاجه معينه لليوم ده. شفت بقى؟ وما ينفعش تروح مكان مختلط. شفت بقى؟ الاثنين مجمعين على ده، مفيش خلاف بينهم. هكتفي بده لان خناقه كل سنه مش هتخلص. هيطلع فلان يبدع فلان، في ناس مستنيه، في ناس مجهزه ومحضره، يلا نبدعهم. وسبحان الله ممكن ده يكون بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر من اللي عمال يبدعه. ممكن ما يكونش صلى صلواته الخمسه اصلا وقايم يبدع الراجل. والاخ اللي بيحاول يحتفل بالمولد برضه يهدى شويه. يعني برضه يا جماعه قصه حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين، فلما سئل لما يا رسول الله، فكانت الاجابه على حديثين مختلفين. الحديث الاول ذاك يوم ولدت فيه، والحديث الثاني ذاك يوم ترفع فيه الاعمال. طب يا فرماوي ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيصوم يوم الاثنين علشان يوم اتولد فيه. ايوه بيصوم يوم الاثنين، فبيصوم الاثنين طول السنه، طول السنه اعمل زيه، صوم الاثنين طول السنه، ما تصومش يوم المولد بس، صوم الاثنين طول السنه يا مؤمن. يعني لو هتستدل على حديث من السنه اعمل بيه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين اللي هو بتاع 12 ربيع؟ هو كان بيصوم كل الاثنين. خليك هادي وعد الليله وعد الفيديو ده ويلا بينا نقوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.